السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل الحلقة الثانية. في اليوم الثاني أبو أحمد لما رجع من المسجد راح بيته، ولما طلع عشان يروح المزرعة مر على جمانة في البيت. جمانة فتحت له الباب، قال لها: جمانة، شيخ محمود يعرف عن زواجني وأنا خبرته، والحين أنا أروح أخبره على أساس الليلة وقت المغرب يشهرها لأهل الحارة، خلي أهل الحارة يعرفون. هي سكتت، فرحت واجد طبعا من الخبر، لأن زواجهم كان سري. فلما دخلت مسحت دموعها جمانة من الفرح. خلي أحمد هو اللي يكمل القصة، يكون أحسن لأنه مطلع على كل تفاصيل القصة. أحمد يقول بأنه أبوي في 40 من عمره، زين، يصغر والدتي 3 سنوات، لكن ينبان عليه كأنه في 70 من عمره. دائما كان عايش في، دائما عنده أمي كانت تفتعل المشاكل في البيت، ودائما البيت صامت إذا أمي ما موجودة هناك وما تعمل المشاكل. الشيخ محمود أعلن عن زواج أبوي وأمي، وقال هم متزوجين صار لهم تقريبا 4 أشهر، والحين جمانة حامل. طبعا جمانة المسكينة هذه ما عرفت إيش النتائج راح تترتب على هذا الإشهار، ما كانت عارفة. هي فرحت، دمعت عينها من الفرح، لكن ما عرفت نتيجة هذا الإشهار إيش راح يكون. الأيام صارت شهور، والشمس والقمر كل واحد يتبادل الأدوار. الربيع سلم وجوده للصيف، مرت يمكن أكثر من 5 أشهر. أمي سافرت إلى الشارقة، وقتها ما فيها تليفونات موبايلات على أساس تكون متواصلين، بس ناس يجون يخبرونا نسألهم عنهم، ناس رايحين. أبوي كان يرسل الحلوى هناك، حال أمي وحال صديقاتها اللي موجودين. زين، أبوي كان متواصل معها، لكن هناك ما في أي تواصل، باستثناء لما يجون بين فترة وفترة ناس وينزلون في قريتنا، يجون المقهى أو يعني يجلسون هناك عشان يباتون، نسألهم يخبرونا عن أمي، وإلا ما كنا نعرف شيء عن أمي. بعد 5 أشهر تقريبا كان فصل للصيف، أنا كنت أسبح مع أهل القرية مثل بقية القرية، تسبح في البحر أو في الأفلاج. كنا نفضل السباحة في البحر. وأنا راجع البيت، زين، دخلت شفت أمي جالسة، السلام عليكم، حضنتها، زين، بص راسها جاي أبوس يدها، سحبت يدها وكانت جالسة كئيبة ومثل عادتها. رحت عند البير، كان عندنا هناك بير ماء، رفعت الغطاء، نزلت الدلو في الماء البارد وكبيت الماء على نفسي. زين، تحت شجرة البيدام، كان عندنا بيدام من بير عند شجرة البيدام موجودة. ووقتها طبعا البيدام كان نظيف، مش مليان بالدود. الحين تقول كأنه عش الديدان، صاير البيدام تحول إلى عش الديدان. جففت نفسي، دخلت غرفتي، لبست الملابس، قالت لي وأريد أطلع عند الباب، قالت لي: وين رايح يا ولد؟ قلت رايح أزور جمانة. قالت لي: تعال اجلس مكانك. تحركت بكسر رجولك. استغربت أني شو اللي صاير، عمل ما قدرت أنا أخالفها. بعد العشاء أنا صعدت
السطح. عادة في الصيف كنا ننام على السطح، أخذت القنديل، شفت الفراش ما مفروش. عادة جمانة لما كانت موجودة كانت تجي تفرش فراشي أنا وفراش أبوي زين، وترتب إلنا وتخلي الماي بارد، وفوق الجحرة تخلي الياسمين عشان الريحة تطلع، ترتب كل أمورنا. بينما اليوم لا، ما في شيء مرتب، لا الياسمين ولا الفراش ولا الماي بارد. يقول أنا فرشت حالي، أنا فرشت حال أبوي، فرشت حال أمي زين. وطالعت إلى بيت جمانة، شفت مظلم، استغربت كيف مظلم؟ عادة ما يكون مظلم، حتى جمانة عندنا موجودة هناك على الأقل قنديل يشتعل زين. قلت سبحان الله، ما نعرف إيش صاير. ولما قمت يوم الثاني مع أذان الفجر نفس الشيء، كان مظلم. رحت صليت المسجد وأنا راجع مريت على البيت مقفول من برا. كيف هذا الكلام؟ زين. جيت عند أبوي قلت له بيت جمانة مقفول. قال لي مقفول يعني من كيف؟ من داخل؟ قلت له لا، من برا مقفول. أبوي صعد على السطح وأنا صعدت معه، شفنا العصافير، بقية الطعام الأمس موجود. يعني ما جوانا كانت تهتم كثير مثل ما زوجها حجي قاسم الله يرحمه كان يهتم بالعصافير، ينظف المكان، يجدد لهم ماء، يجدد لهم الأكل، بقية الأكل اللي موجود كان يرميها برا. لأن بعض العصافير يقول أنا كنت أشاهد كانت تفتح الحبة هذه القمح ولا شنو تاكل العصافير، وتفتحها وتاكل اللي داخلها، يعني ما تاكل القشور. وجمانة كانت تنظف هذه القشور. حتى في حياة زوجها استغربنا أنا وأبوي، طالعنا بعض من البعض ما قلنا أي شيء. على أي حال أبوي راح المزرعة، ظليت أنا. رحت المدرسة، رجعت من المدرسة نفس الحالة، دخل قلق في قلبنا. سألنا الجيران، ما حد يعرف عنها شيء. نحن كنا أقرب الجيران إلها، علاقتها مع كل الجيران. الحريم اللي كانوا يخيطون إلها سألناهم، قالوا ما نعرف عنها شيء، هي رجعت لنا الملابس كلها جاهزة ونحن ما نعرف عنها أي شيء. أبوي راح المدينة اللي كانت هي موجودة هناك، قالوا لا، هذه اللي طالعة من عندنا من 8 سنوات ما شفناها نحن بعدها، يعني ما علاقتنا ما موجودة معها لأنه ما عندها أهل. استغربنا. زين. الطيور بدأت تزقزق بصوت حزين بعدها، بطريقة حزينة. الطيور واحدة تلو الأخرى اختفت. مع اختفاء جمانة طيورها حتى اختفت. أمي رجعت إلى عادتها القديمة، دائما كانت تتشاجر مع أبوي لأبسط الأمور. أبوي خرج من الحزن فترة بسيطة ليعود مرة أخرى إلى الحزن أشد من الحزن الماضي، لأنه أبوي عارف زوجته هذه حامل جمانة، وين راحت؟ وين اختفت مع طفلها؟ ما ممكن تروح بدون ما تخبرنا، يعني الأقل تخبرني أنا، ما تخبر أبوي تخبرني أنا. يعني هي أول ما دخلت أمي إلى القرية وأخبارها انقطعت جمانة. صفية خالة أمي كانت تزورنا بين فترة وفترة، وهي اللي تطبخ، يعني كان عمرها تقريبا 65 سنة مسكين. كنت أنا أشفق عليها، حرمة كبيرة، وتجي تكنس البيت وتطبخ البيت، وأمي من مكان إلى أخرى. سألتها مرة، قلت خالتي وين جمانة؟ قلت تنفست سعداء، وكانت تريد تقول شيء بس توقفت وما قالت لي شيء ومشت من عندي. أبوي الحزين يعني كان حزين على جمانة وكان حزين على الولد اللي في بطنها، بس كان حياته أصبحت هكذا، يقضي معظم الأوقات يا في المزرعة يا يروح المقهى.
المزرعة حتى ما حد كان يودي له الأكل. يعني أبوي كان متعود ياكل يتغدى في البيت، ما كان يتغدى في المزرعة. يعني بعض الفلاحين ما كانوا يتغدون، لكن في بعض الأحيان جمانة كانت توصل له الأكل، أو أنا اللي أوصل له الأكل إذا ما في مدرسة. لكن الآن أبوي يظل جوعان مسكين في المزرعة، ولما يرجع المغرب يروح المطعم أول شيء هناك، زين أي شيء متوفر، كيرجي، شاي، لولا، كان مسكين يقضي وقته بهذا الأكل، ويروح يصلي المغرب والعشاء وما يرجع البيت. كان متعود دائما يقعد في الحوش يتقهوي هناك. لكن هالأيام لا، يروح المقهى يقعد مع بقية الناس، مع أنه ما من النوع اللي يحب يسمع الأغاني أو يلعب كيرم. لكن إيش يسوي؟ لأنه إذا يرجع البيت يتحول إلى بركان. وأبوي ما كان يريد يعني يضيق صدره أو يضيقني أنا، خاصة أنا في أيام المدارس، ولا كان يريد يضيق أمي. يعني كان يحاول يصالحها بشتى الطرق، لكن هي ما كانت ترضى. كانوا مثل قطبي الأرض، زين، بعيدين عن بعض. في ليلة من ليالي أنا نايم، زين، كانت ليالي الصيف، نايم على السطح، اجت أمي عندي حركتني، قم يا أحمد. قمت، قالت لي بكرة لا تروح المدرسة، أنا عندي مشوار، نطلع مع بعض. وأول ما قالت لا تروح المدرسة عيد، زين، فمن زمان ما حد دخل فرح في قلبي، فرحت واجد. قلت إن شاء الله ماما. قالت الحين نام. وين يجيني النوم؟ ما تروح المدرسة، طارت النوم من عيني. لكن قبل الفجر أنا كنت أسمع دقات الساعة، الساعة 3 قاعدة تضرب تحت، عندنا ساعة كانت على الجدار. نمت شوية، ما أشوف إلا أمي تقومني، يا أحمد قوم. قلت ماما خليني نايم شوي. قالت تنام وتروح المدرسة ولا تقوم تجي معي؟ قلت لا لا لا، كل شيء ولا المدرسة جاي معك. طبعا من عادة أبوي كان يطلع قبل أذان الفجر، يروح المسجد قبل أذان الفجر. معظم رجالات القرية كانوا هكذا، يعني يروحون حل صلاة الليل، حل عبادة، المناجاة، كانوا يطلعون قبل الفجر. نزلت، شفت أمي تلبس عباءتها، وخالتي صفية ماخذة قنديل، زين، كان قنديل كأنه شعرتها حزينة جدا. وطلعنا من الباب، وقتها القمر كان يحتضر، الرطوبة كانت خانقة جدا، والقرية يسودها السكون، يعني الرجال هم في الصلاة والحريم في البيوت لغاية الحين، ما حد. كل ما نمشي نحن الصبخة هذه طين كانت تطاير، يعني يلوث ملابسنا وعيوننا برا القرية مش داخل القرية. هذا الكلام. لما طالعت فوق شوف بعض الغيوم البيضاء، زين، تتحرك بسرعة شديدة كأنها جيش منهزم هارب من ميدان المعركة. الغيوم كانت شديدة، تركض ركض. على التلة كانت غربان تنحش بالجيفة، شافتني، بعض الغربان طارت، بعضها طالعتني وكملت مهمتها. أنا كنت أمشي قدامهم في يدي عصا هوش الكلاب، زين، سمعت أمي، زين، تقول حال صفية إيش جابت؟ ردت عليها صفية بنت. أنا طالعتهم قلت منو جابت البنت؟ منو جابت بنت؟ ما حدا رد علي. أنا عادة نحن صغار يا يتحكمون فينا، قوم تعال معنا، يا لما نتكلم معهم ما حد يرد علينا. ما أعرف الكبار هذا ليش يحبون يسيطرون على الصغار. الكلاب نباحها عالية، الغربان نعيبها عالي جدا،
ما تسمع غير صوت أقدامنا الغراب والكلاب، يعني شيء كان مخيف. وكنت أخاف فوق هذا يجون لصوص ويسرقونه، مع إنه ما عندنا شيء غير هذا القنديل اللي صفية قاعدة تاخذها، وكل ما طالع القنديل أشوفه يرقص حزين هو كأنه. زين ما حاطين كيروسين فيه، ما حاطين حل تراب كأنه. الطقس كان واجد حار هذاك اليوم، بعد شمس ما انشرقت، يعني الطقس كان واجد حار، رطوبة شديدة حتى دشداشتي كانت لاصقة على ظهري وبطني، كنت أشدها بين فترة وفترة. قبل شروق الشمس القرية كانت عاد ورانا، ما كنا نشوف القرية، خلاص اختفت. أمي نادتني: تعال يا ولد. نعم يا أمي. قالت: شوف نحن رايحين مشوار، ما أريد أبوك يعرف، إذا فتحت فمك قدام أبوك أو قدام أحد يا ويلك مني. إن شاء الله أمي ما أخبر أحد. دفرتني زين ورحت قدام منك. بعدين قالت: يا أم حسان، تخاطب صفية، امشي بسرعة. قالتها: يا أم أحمد، والله أنا أملك رجلين ساقين عندي، ما جناحين عشان أطير، بعد أكثر من هذا كيف أركض أنا؟ كبيرة في السن أنا، ما مثلك. مشينا واجد، وديان قطعنا والجبال صعدنا والتلال نزلنا، بيوت متناثرة، أحيانا نشوف بيت بيتين، أحيانا نشوف 3-4 بيوت من صفيح. زين ما شفنا بيوت من سعف، بس بيوت صفيح كلها. عظام الحيوانات موجودة، يعني ما تعرف حتى شنو العظام كانت موجودة هناك، متناثرة هنا وهنا، بيوت متناثرة هنا وهناك، وما نشوف أحد غير نعيب الغراب وصوت الكلاب والصبخة هذا اللي قاعد تطير حولنا. نحن نريد نشوف راعي واحد، رجل واحد، أحد نسلم عليه، ما في. طالعت السماء أشوف الغيوم، ماشي، غيوم اختفت، يعني انهزمت وهربت، خلاص تركتني مع هذا الجو اللي موجود، حار، رطوبة، يعني جو كئيب. وطبعا القنديل انطفت بنفسه بدون ما أحد يجي يطفيه. بعد فترة طويلة ما أعرف كم مشينا حقيقة، يعني ساعتين، ساعتين ونص، وصلنا إلى مكان شفنا بيت مهجور جدا. صفية قالت: هذا هو البيت. بيت كان متهدم، بعض الجدران طايحة كلها، الجدران اللي متبقية شفنا الطحالب متسلقة عليها. زين، وموجودة ثقوب ما تعرف ما الأفاعي ولا ما الفيران ولا شنو عند الجدار اللي باقي هناك. أشجار موجودة هناك بس ما بها ورق، مجرد سيقان وأشواك. لفينا لفة كاملة، وصلنا عند الباب، والباب كان مثل الجدار متهدم بالكامل، يعني شوية طفل يدفره ينفتح، لكن